عشان خاطر نظبطها. وهنا بقى كنا ايه بقى بنحاول ندور لنا كده على سمكة حلوة جميلة، وابو حنين بيشاور لي على حاجة او احمد بيشاور لي، فقلنا بقى ايه يمكن نتغدى النهارده سمك بقى. فكانت اول طلعت صيد لينا بصيد الهربون اللي هو بندقية الصيد طبعا، واخترنا ابو حنين اهو قدامكم زي ما انتم شايفين كده، عامل فيها سمكة بلطي معدية. فما شاء الله برضو عايز اقول لكم الموضوع الغطس ده حاجة جميلة وحاجة ممتعة جدا، وكفاية ان انت بس تشوف منظر البحر والصخور الجميلة دي وتعيش الاجواء. طبعا محدش هيحبها ومحدش هيقدرها غير اللي جربها والناس اللي بتعرف تعوم. واحد ده احمد وائل يعني من الشخصيات الجميلة، وابو حنين اهو لابس الحزام. بقول لك ايه، ورا هنا كان في سمك كتير بس انت ما تنزلش الطلعه سمكه صغيره. لا سمكه كبيره. ايوه معلش من عشان شبرها زي الشاي. تعالوا نطلع بره شويه. بصوا يا جماعه، سيبكم من السمكه عشان تصطادوا حاجه، لان دي موج ومن اول مره اصلا نتعلم من الموضوع ده. ومن هنا برضه فضلنا بقى ايه ندور على السمك. منظر الصخور ده يا جماعة ما شاء الله حاجة كده، ورؤية البحر من تحت غير رؤيته من فوق. الناس كلها عارفة المطروح من فوق، فاحنا الحمد لله عارفينها من فوق ومن تحت المية. منظر الصخور حتى لو حد مصوره نقدر نقول لك ده في انهي منطقة بالظبط من كتر حبنا في الغطس. طبعا احنا بننقي يوم زي النهاردة كده بيكون البحر هادي، البحر مفهوش تيارات شديدة برضو يعني الى حد ما، وطبعا بننزل نستمتع وزي ما انتم شايفين كده كفاية انك بتتصور وبتتفرج على الجمال دون وبتستحضر عظمة الخالق في المكان. وما شاء الله بيبقى يوم ممتع ويوم جميل. واحنا حبنا في الاماكن الصخرية، في ناس بتحب الاماكن الرملية وكده، بس اهم حاجة اللي يحاول ينزل في اي مكان من الاماكن دي لازم يكون بيعرف يعوم كويس وما يكونش لوحده، ده اهم حاجة. ويكون اليوم مفهوش موج عالي، وده اهم واهم شيء. زي ما انتم شايفين طبعا الكاميرا غير موضحة برضو ان في سمك في المكان، ولكن لازم تقرب عليه وتزوم عليه عشان يبان. وطبعا كل ما بتخش جوه بتلاقي السمك الاكتر وكده. طبعا كان يوم النهارده ممتع، حابين ان نقول لكم الصورة فيه ما شاء الله تبارك الله، اجواء رائعة وممتعة، والمية تتلون بلون الصخور، حاجة غير طبيعية ما شاء الله تبارك الله. ما تنسوش لو انتوا شفتوا الفيديو لغاية اخره تنسوش تعليقكم يهمنا. نورتوا الدنيا وشرف لينا متابعتكم. سلام.